بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. في هذا الفيديو سنتناول مجموعة من النقاط، ومن خلالها سنقوم بإطلالة على مجموعة من النقاط حسب ما يدور في الجانب الرياضي بخصوص مباراة الجزائر اتحاد العاصمة ومباراة نهضة بركان التي كانت ستدور برسم نصف نهائي كأس إفريقيا الكاف. إذن وفي البداية، الكرامة المزعومة تقود اتحاد الجزائر للهاوية. باع رئيس الجامعة الجزائرية لكرة القدم متواطئا مع رئيس اتحاد العاصمة الوهم لجماهير الفريق، وهما يدعيان في تصريحات متفرقة أن الاتحاد سيتوجه للمغرب لمواجهة نهضة بركان في إياب دور نصف النهائي بهدف تحقيق الريمونتادا بعد خسارته في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة، مع أن كل كان يعلم أن رئيس اتحاد العاصمة تعلق بوهم آخر، وهو أن يتنازل نهضة بركان عن اللعب مباراة العودة بركان بقميص يخلو من خريطة المغرب، وهما ما لم يحدث، بل كان مستحيلا أن يحدث. وهكذا تعلقت الجامعة الجزائرية لكرة القدم واتحاد العاصمة بكرامة مزعومة ليكرروا انسحاباتهم من مواجهة نهضة بركان، مما فسح الطريق للفريق البركاني لعب النهائي الرابع له في مسابقة كأس الكاف، ومما سيعرض بلا أدنى شك اتحاد العاصمة لعقوبات رياضية وغرامات مالية ثقيلة ليتأكد فعلا ما ذهب إليه مناصرو اتحاد العاصمة من أن فريقهم تم التضحية به وتم تقديمه كبش فداء هلوسات سياسية حشر بها في مجال الرياضي من قبل كبرنة الجزائر، وبذلك تصدر الستار على هذه المسرحية البليدة. إذا متابعي الكرام، مرحبا بكم في هذا المقطع الجديد. هذا المقطع الجديد الذي يضحك مع التبنيات الجزائر واتحاد العاصمة وما جاورهما من الانسحابات المتتالية للكرة الإفريقية والرياضة الكرة الجزائرية، وأيضا الرياضة الجزائرية من المحافل الإفريقية بسبب خريطة المغرب. رئيس نهضة بركان اتحاد العاصمة صفحة من الماضي، ونتمنى أن تكون الكأس من نصيبنا أو من نصيب الكرة المغربية. اعتبر الحكيم بن عبد الله رئيس نهضة بركان أن نصف نهائي كأس الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة بات صفحة من الماضي، مبرزا أن الفريق البرتقالي مقبل على نهائي هام أمام الزمالك المصري، ونتمنى أن تكون الكأس من نصيبنا ومن نصف الكرة القدم الوطنية. وحرص بن عبد الله في تصريحات عقب إعلان تأهل نهضة بركان للنهائي بالقلم على التعبير عن امتنان للجمهور البركاني والمغربي على دعمها للفريق، قائلا: أشكر الجمهور على العناء والحضور للملعب مساندته لنهضة بركان. ومن جانبه، اعتبر منير القادري نائب رئيس نهضة بركان أن المباراة التي لم تجرى كانت لتكون عرسا كرويا إفريقيا بين جارين، لكن للأسف اتحاد العاصمة الجزائري أبى المشاركة وحمل اللقاء أبعاد سياسية بعيدة عن الرياضة. دار الكبرنة تخلص. وقال القادري إن نهضة بركان والجامعة الملكية لكرة القدم وفر كل الظروف للضيف من حسن استقبال وكرم الضيافة. إيماننا بكون الرياضة جسر للأخلاق ونوع من الدبلوماسية الموازية لتوحيد الشعوب ونشر السلام.
وجدير بالذكر أن إياب نهائي نصف نهائي كأس الكاف أو الكونفدرالية الإفريقية الذي كان مبرمجا يوم الأحد بالملعب البلدي بركان لم يجرى بسبب امتناع نهضة بركان امتناع نادي اتحاد العاصمة عن خوض اللقاء بسبب وجود خريطة المغرب على القميص، علما أن مباراة الذهاب لم تجرى أيضا بعد احتجاز السلطات الجزائرية أو الجمارك الجزائرية أقمصة الفريق المغربي في مطار هواري بومدين أو بوخروبة أكبر خائن في العرب. لنفس السبب تقرير الكاف ولنفس السبب تقرير الكاف ولنفس السبب قرر الكاف فوز نهضة بركان في المباراتين مجموعة 6-0 وب6 نقاط. ونتمنى التوفيق لنهضة بركان، وإن شاء الله يكون اللقب من نصيبها إن شاء الله. متابعي الكرام، مرة أخرى نرحب بكم في هذا المقطع الجديد. على أي حال، سنواصل معكم مناقشة ما قام به اتحاد العاصمة الجزائري مع نهضة بركان. على أي حال، الشعباني بلوغ النهائي بلوغ الشعباني بعد بلوغ النهائي قبيل الزمالك، علينا التحضير للجيش الملكي، نحاول استدراك قلة التنافسية. علق مدرب نهضة بركان التونسي معين الشعباني عن تأهل فريقه للنهائي الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بعد هزيمة اتحاد العاصمة بثلاثية نظيفة ذهابا وإياب بالقلم، قائلا إن التحدي الحقيقي يكمن في كيفية التحضير للاستحقاقات المقبلة. وقال الشعباني إن النهائي سيكون أمام فريق متمرس وهو الزمالك، مردفا قبل ذلك علينا التحضير لمباراة الجيش الملكي من المنافسة كأس العرش، والتحضير جيدا لهذه المباراة، يعني الإعداد للنهائي القاري أمام الزمالك. ولم يخفي الشعباني تخوفه من قلة التنافسية بالنسبة لفريقه بسبب عدم إجراء مباراتي الذهاب والإياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، موضحا: لم نلعب منذ أزيد من أسبوعين، ولم تسر الأمور كما كان مسطرا بالنسبة لمباراة اتحاد العاصمة. نحاول استدراك هذا الأمر في التدريب.